عسلامة ومرحبا بكم. رجعت لكم بأكثر غسيت نحضروها ليلة النص ولا ليلة 27. كسكسي يعمل 66 كيف في العادة. سبق ديجا ونزلت لكم غسيت الكسكسي اللي حضرتها باللحم المفوح بالكليل والهريسة وما تابعوا، ومع جوست حمص وزبيبة كهو معناتها كيما نطيبوا في العراس. اللي يحب الطريقة هذه خليت لكم الغسيت في صندوق الوصف. أما اليوم خيرت يكون الكسكسي بالخضرة، سورتو الطقس رجع برد شوية. مع الخضرة زادا باش يكون حاضر العصبان. نجموا معناتها تحضروا جوست كعبة ولا اثنين، مش بالضرورة دوارة كاملة. دونك انا هوني خذيت الكرشة بطبيعة الحال نظفتها، معها عندي هبرة نتاع اللحم معلوش، كيف زادا عندي شوية معناتها اللحم سمطو في الماء السخون، سورتو اللحم اللي يكون فيه شوية معناتها هكا مشحم شوية مع شوية كبدة. اللحم قصيته جيد بالطريقة هذه باش كعبة العصبان تبلي بالباهي. بالطبيعة سرعت شوية في الفيديو باش ما نطولش عليكم برشا. خيط الكرشة متاعي، معها خديت الخضرة. بالنسبة للخضرة خديت المعدنوس السبناخ، معها كمية باهية متاع بصل. كيف زادا مهم برشا نفوحوا بالثوم، الكمية متاع الثوم تكون كمية باهية. 3 مغارف كبار متاع ماكلة. انا هونية حضرت دوارة كاملة. وبطبيعة الحال ما ننساوش باش نفوحوا بالنعناع الشايح. النعناع يبنن برشا العصبان، معاه الهريسة العربي. الهريسة ما تغيبش اكيد على العصبان، لازمنا نفوحوا بالهريسة. معها عندي مغرفتين طماطم معناتها كبيرة، مغرفة فلفل زينة بابريكا، مغرفة تابل مكومة، وما ننساوش شوية فلفل اكحل. عندي كمية باهية زادا كيف متاع ملح، معاها الكركم. وهكا ما بقالي كان باش نكمل نضيف الزيت. وكيما تنجموا زاده تضيف الحمص، باغ انا ما حطيتش الحمص، حطيت كميه صغيره متاع الرز. بطبيعه الحال الخضره غسلتها شيحتها بالبيه قبل ما نقصها. اما كمان كيف نخلطوها ونزيدوا لفاحات راهي الخضره تصايب شويه ماء، دونك الرز مهم باش يشرب الماء هذيك. وهكا نكون كملت حضرت كعبات العصبان، ما بقالي كان باش نخيطهم. انا هوني باش نستعمل كعبه كهو، كعبه كبيره. انتم وعدد العائله مع العصبان باش نستعمل اللحم تشكيله متاع خضره. بالنسبه للخضره اول حاجه باش نبدا بها باش نصمت الخرشف شويه ماء سخون باش ينحي المراره نتاعو. بالنسبه للفلفل كيف زاده ملحته مع الفلفل الاخضر باش نستعمل فلفل الكوشه هذه اذا متوفر عندكم، راهو يبنن برشا الكسكسي. دونك اول خطوه نصمت فيها الخرشف اللي نظفته، مانيش باش نصمتو برشا، تقريبا دقيقه هكاكا ما ينحي المراره نتاعو، بعد نبدلو الماء هذيك ويكمل يطيب على روحه. ونبداو على بركه الله مع الصوص نتاع الكسكسي. اول حاجه بديت بها صبيت كميه صغيره بالكل، ماهيش كميه كبيره نتاع زيت باش نقلي فيها قرون الفلفل. حطيت الفلفل الاخضر والفلفل نتاع الكوشه. هنا عندي الخرشف سيبون كيما قلت لكم جيست غلوه صغيره نتاع دقيقه دقيقتين ما اكثرش. نبدل الماء هذيك ونصب ماء اخر ونخليه يكمل يطيب في عقله. نرجع نتفقد قرون الفلفل، عندي هنا سيبون معناتها تقلاو. نسقطرهم بالباهي باش يسيبوا الزيت نتاعهم في الصوص نتاع الكسكسي. راهو الفلفل يبنن برشا الكسكسي. بالنسبه للفلفل نتاع الكوشه باش نخليه يكمل يطيب مع الصوص، ونكمل نصب الكميه اللي حاجتي بها نتاع الزيت. نصبوا كميه باهيه نتاع زيت سورتو معناتها كي يكون الكسكسي بالخضره. نحط اللحم معها، نكمل نضيف البصل. مهم برشا باش تجينا الصوص نتاعنا بنينه. البصل نقصوه خشين، عندي زوز نتاع بصل. البصل اللي عندي هذا ماهوش كبير برشا، دونك زوز هذوما قصيتهم جيست على 4 كيما هكا. ونفوح. خديت اكثر شويه من شطار مغرفه كبيره ملح، نصف مغرفه صغيره كركم، نصف مغرفه صغيره كيف فلفل اكحل. نخلط تخليطه خفيفه ونخلي اللحم يتقلى في عقله ديما على نار هاديه. نقليو اللحم من غير ما نزيدوه الماء، بطبيعته هو باش يسيب الماء نتاعو. وفي الاثناء باش نحل الطوماط كونسونطري مع الهريسه العربي بالماء السخون. هوني هكا قربت لكم، خديت 4 مغارف نتاع ماكله كبار مكومين طوماط كونسونطري. مع نكمل نضيف مغرفه كبيره هريسه عربي، الهريسه اللي نستعمل فيها راهي ماهيش حاره. نحلو هونيا الطماطم والهريسه بالماء السخون. هو معناتها نجمو ديريكت معناتها نحط الطماطم والهريسه ديريكت نحطوها في المقفول ونقليو، اما الحقيقه بالطريقه هذه معناتها تكون النتيجه خير، هكا تتحل معاكم بسهوله. نرجع نتفقد اللحم هكا كيما تشوفوا هنيا تبدل اللون نتاعو. تقريبا انا خليته يتقلى 5-8 دقائق هكيكا معناتها ما اكثرش. نكمل نضيف دونك هنيا الطماطم، نزيد شويه ماء سخون. ومهم برشا لازمنا في المرحله هذه نقليو الطماطم بالباهي. انا هنا تقريبا خليتها تتقلى ربع ساعه كامله 15 دقيقه. نقليو الطماطم على نار هاديه. رجعت لكم هنايا بعد ما تقليت معايا الطماطم بالباهي. المرحله هذه باش نضيف الفلفل زينه.
نكمل نضيف مغرفة كبيرة مكومة فلفل زينة، كيف زيدا الفلفل اللي نستعمل فيه ماهوش حار برشا. معاهم نكمل نضيف شوية ماء سخون، نجمو هنا نستعملو زيدا الماء متاع الخرشف. بالنسبة للفلفل مانيش باش نقليه برشا معناتها، باغ كونطخ مش كيما في الطماطم، مع الطماطم نقليو بالباهي، قليت تقريبا ربع ساعة، هنا تقريبا 5 دقائق ونكمل نقلي الفلفل. هذا الفلفل تقلى معايا، هنا كما تشوفوا هاكا قل الزيت نتاعو. نكمل نحط في المرحله هذيا الخضره الكل اللي عندي ما عدا البطاطا بالطبيعه خاطرها تجيب فيسا فيسا. دونك حطيت الحمص، عندي السفناريا، عندي الفول. هذايا الفول ما فصصتوش على خاطر معناتها مازال القرن صغير، دونك ديجا كعبت الفول اللي فيها ماهيش كبيره برشا، دونك نحطوا الفول كيما هو. نجمو زاده بالطبيعه تستعملوا اي خضره اخرى تكون متوفره عندكم كيما اللوبيا الخضراء، زاده تبنن برشا الكسكسي. وما بقالي كان باش نمرق بالماء السخون. هذا النيفو نتاع الماء معناتها هكا يكون باهي. ونكمل نضيف كعبة العصبين، اما كعبة العصبين مانيش باش نحطها كيما هي، مهم برشا قبل ما نضيف كعبة العصبين ناخذ فرشيطة نقبها بالطريقة هذيا باش هكا تطيب لنا، وميم طون معناتها زيدا كالفحات في العصبين راهو يتسيبوا في الصوص نتاع الكسكسي. وهذه كعبة العصبين حطيناها. في المرحلة هذيا بعد ما نحط كعبة العصبين نخلي الخضرة تطيب ونرجع لها بعد تقريبا ما توصل نص طيب. هنا في الاثناء باش ناخذ الكسكسي، انا الكسكسي اللي عندي هذايا راه كسكسي مفور، دونك بطبيعه الحال كي نضيفوا له الماء الحجم نتاعو باش يتضاعف. علاش انا باش نصبه في صحفه معناتها ما اكبر. بالنسبه للكسكسي المفور هذايا طريقه تحضيره سهله برشا، جوست معناتها باش نغمو بالماء، بعد باش نسقطه بالباهي ونخليه يشيح في عقله قبل ما نرجعه ونحطه يفور. اذا باش تستعمل الكسكسي نتاع الباكويت، الكسكسي الشمسي الطريقه تكون مختلفه، معناتها ما نعبيوهوش بالماء هكا بالكل، جوست معناتها رشه خفيفه نتاع ماء مع شويه زيت نخلطوه بالباهي ونحطوه يفور تفويره الاولانيه. بعد وقت بعد ما يفور نعاودو مره اخرى كيف نعملوا له رشه خفيفه نتاع ماء من غير زيت المره الثانيه، جوست رشه نتاع ماء ونعاودو نخليوه يفور التفويره الثانيه. باغ كونطخ كيما قلت لكم الكسكسي هذايا المفور جوست غميناه بالماء، مهم برشا ما نخليوهوش معناتها في الماء نتاعو، سينو معناتها راهو يتنفخ ويجينا معناتها من بعد معجن. هاكا سقطرته بالباهي ديريكت معناتها من غير ما نخليه في الماء نتاعو. نغطي عليه ونخليه يشيح. بعد بوقت بعد ما تفقدت الخضره لقيتها سورتو معناتها السفناريا نلقاوها نص طيب، دونك لهنا باش نصب الكسكسي في الكاسكيس هاكا كيما تشوفوا تقريبا كل كعبه وحدها. نعبي الكسكسي في الكاسكيس. انا هنا استعملت كيلو كسكسي، وقبل ما نحطه يفور باش نحط كعبات البطاطا. بالنسبه للبطاطا حطيتها في الماء باش ما تكحالش ويتبدل اللون نتاعها. وكيف نحطوا الكسكسي يفور نعملوا عليه رشه نتاع فلفل اكحل. فلفل اكحل راهو يبنن برشا الكسكسي. اذا معناتها ما عندكم حتى مشكل مع الفلفل الاكحل ما يقلقكمش، راهو يبنن برشا الكسكسي. وبالطبيعه نغطيو على الكسكسي ونخليوه يفور في عقله. هذه الكسكسي رجعت لكم بعد ما فور معايا. كيف زاده الصوص عندي حاضره، الخضره كلها طايبه من الاول بالكل. كيف نسقيه وما قبل كل شيء هوني هكا زاده كملت ضفت شويه فلفل اكحل، ماهيش كميه كبيره المره هذيا. دونك كيف نسقيو الكسكسي من الاول بالكل نحاولوا نهزوا من فوق بالكل الزيت باش يجينا اللون نتاعو مزيان واحمر. نعملوا تخليطه خفيفه ومن بعد نسقيو الكسكسي عادي، معناتها نهزوا الصوص عادي كيما هي ونكملوا نسقيو الكسكسي ونزينوه. وهذه كانت دبارة اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ونخليكم في امان الله.